ازاي تبوظ كل ألاعيب الشخص التوكسيك بلعبة نفسية واحدة. اللعبة دي وهي أذكى سلاح في علم النفس لإرباك المتلاعب. اللعبة دي هي إنك تغير الخطة بتاعته اللي هو راسمها ليك. الشخص التوكسيك في علم النفس هو شخص تفكيره محدود. لما بيكون راسم خطة معينة بيبقى حافظ ردود الأفعال بتاعتها كلها. لو انت جيت عملت حاجة غير متوقعة منك ساعتها هيقف قصادها ومش هيعرف يتصرف، لان هو بيبقى حافظ الخطة بشكل معين. تعال نقول مثال من ألاعيب الشخص التوكسيك، ان هو بيهتم بيك جدا لمدة اسبوع او 2 وبعد كده يسيبك ويختفي عنك مرة واحدة. اللي هو حافظه هنا ان انت هتجري وراه وهتشوفه اختفى ليه. لو انت عملت عكس توقعاته وما جريتش وراه، هنا هو مخه هيقف عن التفكير وهيحس ان الخطة باظت، فهيرجع تاني عشان يشوف فيه ايه وهيخاف ان انت تنساه، فهيرجع تاني يكلمك. هنا انت بوظت خطته وما عملتش المتوقع انه يتعمل واللي هو حافظه. لما يرجع تاني ويقولك وحشتني انت فين، ساعتها لازم تبتسم وتبقى عارف ان انت وقعته في شر اعماله، لان هو ستيل مخه محدود. لان لو هو شخص ذكي وعايز يمثل فعلا هيبقى عارف ان مفيش حد ممكن يختفي عن حد مدة ومرة واحدة تظهر عليه مشاعر ان انت وحشتني وان انت اكتر شخص انا بحبه في الدنيا وكنت فين. كل المشاعر دي بتبقى تمثيل، لانه اكيد هو الفتره اللي اختفى فيها اذا كانت شهر او 2 او سنه اكيد ما كانش حاطط مشاعره على السايلنت. لان لو ده فعلا حقيقه وانت وحشته بجد، امال هو ليه سابك فتره وهو عارف ان في الوقت ده هو يقدر يكلمك عادي ويقدر ان هو ما يختفيش. مثال تاني لما يجي يعمل معاك لعبه رمي اللوم عليك ويرمي عليك اتهامات ما حصلتش عشان تدافع عن نفسك، فيقولك مثلا انت بقيت مهمل، انت اتغيرت جدا. ساعتها عكس التوقعات بتاعته انك ما تدافعش عن نفسك وتعمل حاجة اسمها الموافقة الباردة. هتقوله عندك حق، انا محترم وجهة نظرك جدا ان انا ممكن اكون اتغيرت، ان شاء الله يكون للاحسن، وما تدافعش عن نفسك. لعبة رقم 3 لما يلعب معاك لعبة الغيرة المتعمدة، يعني يحكي لك عن حد بالقصد عشان تغير عليه او تسأله مين ده او تتغاظ. لما يعمل كده ويحكي لك عن حد هتقول له ما شاء الله حلو جدا، ذوقه في اللبس تحفة، وهتتكلم عن الشخص ده بشكل كويس. نصيحتي ليك لو عايز توقع الشخص التوكسيك في شر اعماله، ما تمشيش على الخطة اللي هو راسمها، اعمل عكس توقعاته وهو هيقع لوحده.